عطية. على مهلك على مهلك. اسمع اما اقول لك بكل صراحة. نعم. بقى انت تفهم الست شكية ان ما خطبتش حسنات يوم الخميس الجاي. ايوه خلاص. ايوه. تعتبروا المسألة انتهت. وهو كذلك. انا هقول للزكية يوم الخميس يا تبقى خطيب حسنات يا ربنا ينقذنا يا ربنا ياخدك. يا سعلوة الصبر. طيب اصل الحقيقة انا مش عايز اعلن خطبة حسنات عشان كان فيه واحد متكلم عليها وانا فضلتك انت. يا خرابي دبور. هي ست دبور. ست دبور اهلا ست دبور. اتفضل استريح. يا وليه انت بتضحكي عليا؟ عايزه تجوزي بنتك واحد غيري؟ بس اتفضل هدي نفسك. هدي نفسي ازاي؟ انا عارف لازم اشرب من دم اي واحد هيتجوزها، لازم اعدم حياته. انا دبور، انا اللي هيتجوز حسنات. انا مين اللي هيتجوزها غيري؟ انا اتبعه زي الخروف، اتبعه ده لا اسلخه كمان. ويا واد مين اللي هيتجوزها؟ لا مؤاخذة ست شكية، انا ورايا مشوار. ما تخليك قاعد يا سعلوة. لا معلش اعملي معروفة، انا ورايا مشوار. مع السلامة. هشوفك امتى يا سعلوة؟ معلش بقى يا ست شكية، اصل انا مسافر والموضوع اللي بينا اعتبريه انتهى خلاص. يا ناري يا ناس، ده انا مجرم، انا قتال قتلة. في حد يفكر يجوز واحدة انا عايز اتجوزها؟ قول لي يا حضرتك، معقول حد يضحي بعمره؟ حد يرضى يندبح زي الخروف؟ رد. معقول؟ لا مش معقول ابدا. اعملوا معروف. وسع لي. سلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة. الراجل عجوز وعنده 65 سنة وعاوز يتجوز بنتي. ده أنا ذكية والأجر على الله. ايه الزرق اللي بره ده يا رشدي؟ مفيش، دي الولية صاحبة البيت جاية تزعق علشان تمن المية. كده كان لازم برضه تبقى هادي شوية. مش معقول. انت عارف الناس دول مش واخدين على احوال الفنانين. انا ما عملتش حاجة. بس الست دي متعبة مثيرة جدا. انا عارف صاحبة بيت ايه دي. والله انا شخصيا مقبوضة من البيت ده، كان نفسي نتجوز في بيت تاني. يا ستي الظروف هي اللي حكمت بكده. على كل حال بكرة لما نروق من المشاكل اياها دي هنعزل في شقة جميلة كبيرة. على الله. وتقول لي لسه برضه ما انش الاوان عشان صبرك يا سامية، اصبري، كل حاجة هتكون تمام بإذن الله. سعدية. ايوه يا ستي. اعملي فنجانين قهوة. حاضر. اقعد يا دبور. سعدية جت قالت لي الحق الست مترفزة قوي، بتقول يعني هاتولي دبور من تحت الارض. ايه حصل؟ ايه يا ست زكية؟ حصل كل شر يا دبور. تصور واحد ساكن في بيتي يهزقني. يهزقك ده راجل مستأجر، يهزقك ازاي؟ اخر زمن نازلة اترجاه يخف ايده عن الحنفيات شوية. الوصل جاني ب5 جنيه، مرضيش يسمع مني ولا كلمة. ليه؟ اطرش. بعدين اول حاجة عملها قعد يزعق ليه وليه بضرب الجرس، وبعدين طلع لنا قال ايه متأسف ما اقدرش ادخلكم عشان انا مشغول. ايه مشغول في ايه؟ الله، هو بيشتغل ايه؟ هيكون ايه يعني؟ راجل قاعد طول النهار يرسم اشجار وصور. رسام يعني. معلش يا ست زكية، معلش ما تدقيش عليه كتير، ده فنان والفنانين على نياتهم واحوالهم عجيبة، ما تزعليش. بتقول ايه؟ هو انا جايبك يا دبور عشان تقول لي معلش؟ وراس امي في نومتها لازم يعزل من الشقة، لازم اخرجه من البيت. القهوة اهي. اتفضلي يا ست زكية، اتفضلي يا ست دبور. تدومي يا سعدية، ست زعلانة قوي. من الراجل المجنون اللي تحت ده.
تصدق بايه يا سي دبور؟ لا اله الا الله. الراجل ده يشوفني طالعه نازله عمره ما يبص في وشي. الله، ودي مزعلاكي في ايه يا سعديه؟ راجل فنان بيحب الجمال. اسمع يا دبور، سيبك من الكلام الفاضي ده. دبرني نخرجه من الشقه ازاي؟ قول لي، اتكلم. هتكلم اقول ايه بس يا ست زكيه؟ انت عارفه القانون كويس. مادام بيدفع الاجره ومش مسكن الشقه من الباطن هنخرجه ازاي؟ القانون يا ست زكيه. الله الله يا سي دبور، هو انت جاي تفهمني القانون؟ هو انت من امتى بتحترم القانون؟ ما احنا عارفين الموضوع. ما فيش داعي تعكري دمي بالكلام ده يا ست زكيه. الراجل ده لازم يسيب الشقه، يعني لازم يسيب الشقه. خلاص، بس يعني اديني فرصه. قد ايه؟ اسبوع واحد. كتير يا دبور، لازم اخلص منه بسرعه. كل يوم بيمر عليا وهو في البيت هتجنن، بينقص عمري. انا خايفه من السكر، انا خايفه من الضغط. كل ما افتكر انه زعق لي ازاي وطردني اتجنن. ده انا صاحبه البيت، ده مستاجر. هي الدنيا جرى فيها ايه؟ ما تزعليش نفسك يا ست زكيه، ما تزعليش نفسك. هنعمل له جلسه نوضبه فيها. الا قولي لي، هو قال لك ايه لما فتح الباب؟ المتاسف، ما اقدرش اتكلم. اتفضل، انا مشغول. كده مشغول ولا في حاجة في الشقة عايز يخبيها؟ غرض يعني حد ما يشوفهاش. هو متجوز؟ ايوه متجوز. في واحدة ناشفة زي عصاية الغلية، وشكلها يقرف يا سي دبور، ورخرة مناخيرها في السما. تشوفني تهز راسها، مش عارفة انا بتهز راسها ليه. ولا مرة شافتني على السلم إلا وهزت راسها. إيه بتستعجب مني؟ لا لا لا، بتسلم عليك. تسلم عليا براسها ولسانها فين؟ مقطوع؟ بس خلينا في اللي حصل. ها، قول لي هنعمل ايه يا دبور؟ خلاص يا ست زكية، حاضر حاضر يا ست الكل، يا ريحة الورد على الفل. ولا يهمك، دبور لازم يلدعه. مش عارف يا سامية اقول لك ايه. النهارده حصلت حاجة غريبة قوي. ايه اللي حصل يا رشدي؟ لاحظت في واحد شكله غريب ماشي ورايا مطرح ما اروح. ادخل من شارع ورايا، اخرج من شارع ورايا، اركب اتوبيس ورايا، انزل من اتوبيس ورايا. وبعدين يا رشدي؟ وبعدين اتغصت قوي. قلت في عقلي بالي، يا واد ده بيراقبك ليه؟ لازم من طرف اهل مراتي الاولانيه. كويس قوي، بعتينه عشان يعرف الشقه هنا. المهم اعصابي فلتت، رحت واقف مره واحده وقلت له تسمح تقول لي حضرتك ماشي ورايا ليه؟ قام رد عليا بكل وقاحه وقال لي تسمح تقول لي انت ماشي قدامي ليه؟ عجيبه. وبعدين كنت هضربه. اتلموا الناس وجاء عسكري. وبعدين يا رشدي؟ العجيبه بقى ان الراجل ده اول ما شاف العسكري زاغ، بقى فص ملح وداب.